عارف يعني إيه؟ أن دماغك حرفي هو أكثر جهاز معقد على وجه الأرض. جهاز فيه 86 مليار خلية عصبية، وكل خلية منهم لتتواصل مع حوالي 10,000 وصلة ثانية. يعني وأنك قاعد لتسمعني، في دماغك شغائل الآن فوق 10 تريليونات إشارة كهربائية ذاهبة جلية كل ثانية. العلم يقول إن مخك ما بيتكونش بالكامل غير لما توصل حوالي 25 سنة، بس الحقيقية اللي الناس متعرهاش إن المخ قابل للتعديل في أي سن. والكلام هذا اسمه علمياً نوروبلاستيسيتي، اللدونة العصبية. يعني ببساطة دماغك يتغير لما أن تتغير، وكل عادة، كل فكرة، كل تصرف بعمل طريق جديد جوا دماغك. وكلما تكررت الحاجة دي، الطريق هذا يبقى أقوى وأعمق لحد ما يتحول لعادة من غير ما تفكر. وهذا سبب بسيط جدا لماذا ناس لتنجح وناس بتفضل مكانها. في واحد يستخدم اللدونة العصبية صح، وفي واحد سايب دماغه تبني له طرق غلطا، وهو فأقر إن هذا طبعه أو شخصيته. لكن علميا لا يوجد حاجة اسمها هذا طبعي ومش تغير. في حاجة اسمها ضده الطريق اللي دماغي أتعود عليه، وأنا قادر أغيره. خليني أقولك حاجة أغلب الناس مش واخدين بالهم منها. أول 90 دقيقة بعدما تصحى من النوم، جسمك بيكون في أعلى مستوى تركيز، وهذا بسبب مادة اسمها theoretical working balance. وهذا وقت ذهبي تقدر فيه تعيد برمجة دماغك حرفياً. لكن 85% من البشر بيفتحوا الموبيل، يضرب إسكر، ويخلو أول معلومة تدخل دماغهم معلومة ليس لها أي قيمة. تقولك على نقطة علمية ثانية: دماغك ما بيحبش التغيير، وبيتعامل مع أي حاجة جديدة كأنها تهديد. وهذا بسبب نظام اسمه The Limbic System اللي دوره يحميك، بس بعض الأحيان بيبالغ في رد فعله. عشان كده لما تيجي تغير عادة بتحس بقلق، توتر، ملل، ومقاومة، وهذا طبيعي 100%. لكن الحل العلمي بسيط جدا. التغيير لازم يبدأ صغيرا، أصغر مما تتخيل. العلماء بيقولون إن العادة الجديدة لازم تكون واضحة، سهلة، قصيرة، ومتكررة. هل فكرت يوما كيف يمكن لروتينك اليومي البسيط أن يغير حياتك؟ تخيل معي، أول ما تصحى تشرب 5 دقائق تنفس عميق، 10 دقائق مشي خفيف، تكتب 3 أهداف بس، وتقرأ صفحة واحدة. الخطوات الصغيرة دي اللي ممكن تبان بسيطة جدا لو أتكررت لمدة 60 يوما بس، بتبني في مخك حاجة اسمها أو التقوية طويلة المدى، ودي اللي بتخلي المسارات العصبية الجديدة تثبت وتكون جزء لا يتجزأ من طريقة تفكيرك، ومستحيل تتنسي. اسمع دي كويس، العلم بيقول إنك بعد 6 شهور من تكرار عادة صغيرة، مخك بيتغير فعليا في الشكل. توصيلاته الكهربائية بتختلف، وتوازن المواد الكيميائية جواه بيتعدل. يعني أنك بتبقى نسخة تانية من نفسك، مش مجاز، علمياً. وده السبب الحقيقي اللي بيخلي بعض الناس بعد سنة من الالتزام تحس إنها شخص مختلف تماماً، بتفكير مختلف، طاقة مختلفة، ووعي مختلف. وفي الآخر ما فيش حد بيتولد ناجح، في حد بيتولد، وفي حد بيعيد تكوين نفسه من الأول. أن تقدر تكون الشخص اللي بتحلم به.